السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة الأخوات محاربي مرض السرطان، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. جيت في هذا الفيديو بغيت نبارطاجي معكم بعض المواقف اللي دازت عندي شوية صعيبة في مرحلة العلاج، لا في العملية ولا فاش بديت لاشيميو. يعني فاش كنت درت العملية يعني ناست واحد شهرين شوية، يعني في ميريزكو في 35 جاتني صعيبة. يعني ديك وقت الزياره كتبقى تسنى في السياره، وقت ملي كتخرج من العمليه كتكون شويه صعيبه، واحد 5 ايام و6 ايام ديال الالام. المهم كتكون صعيبه. كتبعد على وليداتك، كتبعد على حبابك، خوتك، عائلتك. كتكون شويه صعيبه. واللي داز صعيب هو ديك المرحله ديال لاشيميو. يعني فاش كتبدا دير في العلاج، يعني واحد الوقيته كتدخل عند الطبيب وكيقول لك محمد راه الدواء مقطوع، هذا الباكستار مقطوع. يعني كتولي كتشوف 2000 درهم، 2500، 3000 درهم في الحصه. وانسان كيكون مريض ما عندوش، حيت كيف كتعرفوا الاخوان، انا قبل فاش درت العمليه ما كانش عندي التغطيه الصحيه، ومن بعد درتها. يعني كتكون جاي معول انك راك ما غتخلص والو، عندك امون تضامن، راك ما غتخلص حتى شي حاجه. كتفاجئ بان راه ما كاينش الدواء، خاصك تخرج تشريه. وملي كنا كنخرجوا نشريو الدواء، راه اغلبيه ديال الاخوان اللي عارفين، خصوصا فلاسيد فوليك وشي ادويه اخرى بحال الباكستير حتى هي ديك القرعه ما كيتعوضوش. يعني وكيبقى فيك الحال، يعني ملي كتدخل ما كاينش الدواء، يعني اشنو غدير وما عندكش، كتقول اجل الحصه صافي وكترجع. المهم الاخوان، علاش بارطاجيت معكم هاد جوج مواقف بعدا اللي في بالي، غير دابا وليت كنشوف شي مناشير صراحه. كاينين شي اخوان واخوات، شي محاربين، يعني كنشوفهم حاطين شي دوايات اللي غاليين 20000 درهم، 40000 درهم. والله الا خاطري كيتقطع، قسما بالله القلب ديالي تيتمزق. ولكن ما باليد حيل على الاخوان، حيت صراحه الاحساس اللي كدوزو به انا دزت فيه. غير هي واحد غنعطيكم واحد النصيحه لله في سبيل الله. داك الاحساس اللي كدوزو فيه نتوما دابا، عرفت انا دزت فيه. ما عندكش وكتشوف لما درتيش الدواء المرض، يعني بزاف ديال الافكار تيدوروا لك في راسك. غير هي خلي في بالك واحد النقطه، ما تنساش الدعاء الله سبحانه وتعالى. وشي هادشي كامل غادي يبقى غير تعاون. عقل على هادشي كامل دابا، انت اللي كدوز في هادشي دابا، قسما بالله هادشي لا كامل غيبقى غير تعاون. الا كنت بحالك ومأزم وما عندي باش ندير العلاج وما كنرضاش، عرفتي نفسي هنايا قسما بالله. وكيبقاو فيا دوك الناس اللي قراب لي كيبغيو يتسلفوا ويبغيو يحيدوا من بحال خوتي، عائلتي، صحابي، كيبغيو يحيدوا من الماكله ديال وليداتهم ومن فلوس مرزق وليداتهم باش يعطيوني. وانا ما كنحس بداك الشيء وكنشوف، ولكن ما الله سبحانه وتعالى انا هكذا عطينا واحد النفس اللي شويه عزيزه. لهذا الاخوان الله يجازيكم بخير، لا خليو دائما في بالكم ان الله سبحانه وتعالى مادام ابتلاكم راه والله ما غيدوزكم. لهذا دائما دير السبب، حط منشور، حط منشور في فيسبوك، حط منشور في تيك توك، حط منشور في الانستغرام. الله سبحانه وتعالى كاينين ولاد الناس غيسخر لك الحباب ديال الله سبحانه وتعالى اللي باغيين يديروا الخير. ولكن قبل من هذا الشيء كامل كثر من الاستغفار، كثر الدعاء الله سبحانه وتعالى باش ييسر لك هذا العلاج وباش يكون سبب في شفائك. راه كاين اللي عنده الفلوس وباغي يتعالج وما لاقيش المرض ديالو، العلاج ديالو، ولكن كينسى ان كاين الله سبحانه وتعالى. ولو يدعي ليه ويدير غير سبب واحد الصدقه بسيطه، يقول هذا عطيتها على المرض ديالي، يمشي واخا هو. حيت كاينين الصراحه، راه كاينين الاخوان شي امراض اللي ما تيتعالجوش، باش بلا ما نبقاو نكذبوا على ريوسط. شي هذاك مول هذاك المرض هذا كيمشي يدير واحد الصدقه لهذوك الناس الفقراء، قسما برب العزه حتى ربي يدير لي السبب في هذيك الصدقه والله تيتشاف. لهذا الاخوان خليوا يقينكم في الله سبحانه وتعالى، وفي الاستغفار، وفي الصلاه على رسول الله. وقبل ما نسالي الفيديو كتبوا لنا صليوا على رسول الله في التعاليق الاخوان، ما تنساو الصلاه على رسول الله. وقسما بالله حتى يدير لك السبب ويدير لك مخرج، وهذا الشيء كامل غيبقى غير تعاود. وانا غنفكركم هذا الشيء كامل غيبقى غير تعاود. يلا السلام عليكم، وما تنساوش الدعاء لبعضياتنا الاخوان، راه حنا كاملين محتاجين لبعضياتنا، والله يشافيكم يا رب امين. السلام عليكم.